خوتي العزاز، نبداو هذا الفيديو بالسلام عليكم. عارف راسي بانني غبرت عليكم نيت الاخوان، ولكن انا رجعت لكم بواحد الفيديو اللي غادي يكون فيه ان شاء الله بزاف ديال المعلومات والتفاصيل اللي غادي ينفعوك العمر ديالك كامل، واللي فيه شي معلومات اللي قليل فين غتسمعهم ولا قليل اللي غادي يقولهم لك. نبداو بعدا فين كنت راني غابر هذه المده هذه، لان هادشي عنده علاقه بالموضوع ديال هذا الفيديو الاخوان. تقريبا شي 5 ايام وانايا مريض مدقدق مطحطح مسخسخ، ما قادر ندير حتى شي حاجه ولا نهز حتى التليفون. مالي اخويا ضربني غير الروح، ولكن ضربني بالجهد كما كنقولوا الزكام، حيت انه يعني ولا عندي احتقان هنايا في اللوزتين ولا في الحلقام، سيلان في الانف، السخانه، التعب. نتوما راكم مجربين الروح، ما كاينش اللي ما ضربوش الروح واحد العدد من المرات في حياته. وبقيت جالس وكنشوف دابا انا شوف غير الروح شنو دار لي الاخوان. 5 ايام ما قادر ندير والو، فقررت انني ناخذ هذا الروح هذا بمحمل الجد ونحاول انني نبحث فيه ونتعمق فيه، لان كما كيقولوا الوقايه خير من العلاج. فهاد الفتره هذه اللي انا مريض بقيت كنحاول انني نتعمق ونقرا وندرس شنو هو الرواح من مصادر علميه موثوقه. كيف ما عودتكم اننا الحمد لله انا وياكم كنتعمقوا كيخدموا المعالجات، المركبات الالكترونيه، التليفونات، البيسيات الالكترونيك، اي حاجه. يعني العلم فهو متاح، خص اللي يعرف يحفر عليه ويعرف يجبدو من المصدر ديالو الحقيقي، وهذا هو الدور ديالي معكم هنايا. المهم الاخوان كما كيقولوا العقل السليم في الجسم السليم، لذلك كتهمني سلامتكم الاخوان. طبيعه الحال انا ولفت لكم كندير لكم شي الابتكارات الاختراعات وهذا، ولكن ما فيها باس. اي حاجه اللي غتقدر تفيدكم مرحبا بها، خصوصا الحاجه اللي غتفيد الصحه ديالكم الاخوان. هادشي علاش جيت اليوم نبارطاجي معك شي معلومات مهمين بزاف اللي الا سمعتي لهم حتى الاخر متاكد بانه غيولي نادرا بزاف ما غادي يضربك الرواح، ونادرا بزاف ما غتضطر انك تشرب شي دواء ديال الرواح الى اخره. ودابا قبل ما نعطيكم اللي عندي غنسولكم بعدا انتم الاخوان، شنو هو السبب ديال الرواح ولا شنو هو السبب ديال الزكام؟ غتقول لي الله يا اخي عمري كامل هو كيضربني الرواح، وباينه كنكون مثلا في الدوش سخون كنخرج بلاصه بارده كيصمك الرواح ولا كيضربك البرد. غنقول لك هذا سبب ظاهري سطحي، ولكن السبب الحقيقي هو اعمق من ذلك، وماشي شي سبب زعما معقد، هو بسيط ولكن قليل اللي غادي يقولوا لك. راه حتى الطبيب ديالكم ما غاديش يقولوا لك. علاش؟ حيت كما كنعرفوا في هذا العالم الاخوان كاين واحد المجموعه ديال الصناعات او الشركات عالميه الى اخره. الصناعات الغذائيه، الصناعات الطاقيه، الصناعات التكنولوجيه، الصناعات الدوائيه الى اخره. هاد الشركات هادو عندهم واحد الهيمنه كبيره في العالم، وعندهم واحد راس مال كبير، وعندهم يدين طويله، وهما ماشي في الصالح ديالهم ان المعلومه تنتشر، لانك في اخر المطاف كتبقى انت هو الزبون، والوعي ديالك يعني بانه ما غاديش يبيعوا لك المنتوج. ناخذ واحد المثال يعني بعيدا على هذا الموضوع ديالنا، مثلا نهضروا على الصناعات الطاقيه. حنا لحد الساعه مثلا انا الطوموبيل كنصرف عليها المازوت شهريا واحد المبلغ، كان بامكان انه في العلم اكيد كاين شي طرق باش انني غنصايب مركبه كتمشي بواحد المبلغ اللي هو رمزي بزاف، ولكن هاد العلوم هادو محتكره كما قلنا من طرف الايادي الطويله، لانه ماشي في الصالح ديالهم انك تعرف انت هادشي، لانه كاين تريليونات ديال البراميل ديال البترول في تحت الارض. لمن غادي نبيعوهم؟ هذوك البراميل راه كيسواو تريليونات ديال الدولارات، خصنا نبيعوهم لك بعدا ونضربوا الثروه الفاحشه. عاد نشوفوا نفس الشيء بالنسبه للدواء، وهذا هما في صالحهم انك انت تمشي تشري الدواء. ما يعطيكش معلومه بسيطه بزاف اللي تقدر انت تحمي بها راسك. المهم دابا حنايا باش ما نطولش عليكم غندخلوا دابا لصلب الموضوع، باش غنقدر نشرح لكم يعني السبب ديال الرواح وكيفاش غديروا تجنبوه بصفه نهائيه. غادي نبدا انا وياكم بالخشيبات، لانني انا كيعجبني دائما نتعمق معكم ونعطيكم داك الشيء يكون عميق وفي نفس الوقت بسيط. واخا تكون ما قريت شي حرف، غير ركز معايا وتصنت معايا حتى لاخر الفيديو، لان هاد المعلومات راه غينفعوك عمرك كامل اصاحبي. وانا والله ما كنطلب منك ما تفاعل ما دير ما ديرش شغلك هذاك، انا دي غير النصيحه ديالي، النصيحه بوحديتها فيها واحد الاجر عظيم. مستعدين؟ يلا هاجي نبداو. دابا غادي نخليو الرواح في الاتساع، وغادي ندوزو الاخوان للتوالد عند الانسان، لا حياء في العلم، باش تقدروا تفهموا القضيه من الجذور ديالها الاخوان. بطبيعه الحال ملي كيتزوج الراجل بالمراه، المهم كيوقع الاخصاب. كنعرفوا بان المراه كتعطي البويضه والراجل كيعطي داك الحيوان المنوي. فاش كيدخل وسط البويضه داك الحيوان المنوي، شنو كيوقع لهاد البويضه هذه؟ كتنشا وكتكون فيها اول خليه. هاد الخليه هذه الاخوان كتبدا واحد السلسله ديال الانقسامات. يعني شنو؟ هذه غتقسم، غتولي جوج ديال الخلايا. بطبيعه الحال ما غيبقاوش صغارين، كل هاد الجوج هادو غيعاودوا يكبروا، غيوليو يعني جوج خلايا واضحين. وهاد الجوج هادو كل وحده فيهم عاوتاني غتقسم، غيوليو هكا 4 وهكا. يعني كيبقى يوقع كل خليه كتنقسم كتولي جوج، كل وحده كتنقسم كتولي جوج. واحد الانقسام كيتم بواحد السرعه كبيره، وصافي هنا كيبدا يتكون النسيج ديال البيبي ولا هذا بهاد الخلايا هادو. حنا ما كيهمناش هادشي ديال التولد ولا التكون الخلايا، كتهمنا حاجه وحده، هو ان اول خليه اللي كتكون من بعد الاخصاب كيكون فيها واحد حاجه سميتها الحمض النووي. الحمض النووي هو عباره على واحد الكتالوج ولا واحد الشفره موريتيه.
ولا وراثيه. عرفتي بحال اش دايره القضيه؟ بحال كنقولوا دابا باباك تعبئه وماماك تعبئه في نفس السيري، كنهزوا هاد التعبئه وهذه كنخرجوا منهم تعبئه ثالثه. التعبئه الثالثه هي انت، فيها شي حاجه من هاد التعبئه وشي حاجه من هذه، ولكن الارقام جديده تماما. يعني كتجيب شي صفات من امك وشي صفات من باك. نهضروا على هادي دابا، هذا هو انت. هذه اول خليه كيكون هنا فيها الحمض النووي لداخل، اولا الشفره الوراثيه كيف ما قلنا. هاد الشفره الوراثيه الاخوان دابا هذه اول خليه فيها الشفره الوراثيه ولا لا دي ان ولا الحمض النووي. منين كتقسم وكتولي جوج، مثلا هي ولات جوج، كدير كوبي كولي لهذاك الحمض النووي. يعني كان في وحده منين انقسمت حتى الثانيه هزت نفس الحمض النووي، عاوتاني وقع الانقسام نفس الحمض النووي. يعني تريليونات ديال الخلايا كاملين بهم فيهم نفس الحمض النووي هزينو، الحمض النووي اللي كيمثل الصفات ديالك نتايا. وركزوا على الحمض النووي لانه مهم بزاف. دابا هاد الخلايا هما كينقسموا، يعني كيكتاروا. يعني البيبي كيبدا يتكون بحال شي كتله لحميه، يعني نسيج ديال اللحم، هو غادي داك النسيج وتيكبر. وكل خليه من هادو كما قلنا هزه الحمض النووي. الحمض النووي هو بحال كما قلنا بحال شي كتالوج ولا شي بيانات ديال المعلومات، فيه بزاف ديال المعلومات. كل خليه من هادو غتحتاج هذاك الحمض النووي، حيت غتحتاج انها تقراه، لان داك البيبي هو كيكبر هذوك الخلايا اعتذر انا باقي مريض. المهم هذوك الخلايا هذوك كل وحده فيهم في واحد المرحله غتفتح داك الكتالوج وغتقراه. كل وحده فيهم تقرا الحمض النووي وغتهز منه غير الجزء اللي كيعنيها ولا اللي كيهمها هي. علاش؟ حيت كل خليه من بعد كاينه اللي غادي تقرا بانها خصها تولي ظفر، خلايا ديال الظفر، كاين اللي غتقرا بان خصها تولي خلايا ديال اللحم، ديال الشعر، ديال العظم الى اخره. يعني الجسم كامل هو مصوب بخلايا، ولكن الفرق هو ان كل خليه قرات الجزء اللي كيهمها من الكتالوج وعرفت شنو خاصها تكون. يعني هذا الحمض النووي هو بحال واحد الشفره ولا واحد الميساج اللي كيقري الخلايا، كيقول لهم شنو خاصكم تكونوا. حتى لهنا فهمنا شنو هو الحمض النووي. اوكي، لانه عنده علاقه مهمه جدا بالرواح الاخوان. ودابا خليونا من هذا الشيء هذا كامل، اجيو نرجعوا دابا للموضوع ديالنا اللي هو الرواح. دابا كيف ما كنعرفوا علميا بان السبب الرئيسي ديال الرواح هو فيروسات من اشهرها جوج الانواع اللي هو فيروسات الرينو فيروس ولا حتى كورونا فيروس. هذا المصطلح ما خافيش عليكم، هادو جوج الاصناف، ولكن واخا هما جوج الاصناف تحت منهم كاين الالاف ديال الانواع. يعني بزاف الانواع اللي كاملين كيديروا الرواح. دابا اجيو بعدا نشوفوا هذا الفيروس هذا بعدا مناش متكون وكيفاش علاش كيدير لنا الرواح الاخوان. هاد الفيروسات بصفه عامه شنو هي واحد الحاجه صغيره بزاف، صغيره لواحد الدرجه ما تشوفها لا بالمكبره ولا خاصك شي مجهر ناضي باش تقدر انك تشوفها. وهاد الفيروس هذا شنو هو ماشي ميكروب، ماشي فطريات، ماشي شي كائن حي اللي كيخصو انه يتغدى او يتنفس الى اخره. راه العفن هو الاخر كيتغدى وعايش. من الفيروس يقدر تحطو يبقى سنين هو تمايا ما كيوقع له والو، ولكن انفو يدخل عندك يتاكتيفا. هاد الفيروس هذا اللي جينا نحللوه من شنو فيه، شنو هو الفيروس الاساس. الفيروس الاخوان هي شي حاجه اللي صغيره بزاف. راه بغيت نقول لكم صغيره، راه ما تقدروش تصوروا حتى لاين درجه هي صغيره. هو كيتكون بحال شي خليه تا هو داير بحال هيدا، عنده درع ولا غشاء كيكون غالبا مصاوب من البروتين. هذا الدرع هذا الدور ديالو فقط انه كيحميه. اللي مهم في الفيروس هو داكشي اللي كاين لداخل. عرفتي شنو كاين في الفيروس لداخل؟ يا رب ليكم، فيه حمض نووي مجرد شفره او شفره وراثيه فقط مخبعه هنا وسط الفيروس والسلام عليكم. دابا المشكله هو ان هذا الفيروس هذا شنو تيدير ملي كيدخل للجسم ديال الانسان؟ ياك هو سيدي ما هو حي ما هو ميت، هو مجرد واحد الشفره كتشبه نوعا ما الشفرات اللي عندنا في الجسم، ولكن هي مختلفه، عنده شفره ديالو صافي. هادشي اللي فيه. وكيفاش هو كيأثر علينا؟ ها انتم سهله. قلنا في البدايه باللي انا مثلا دابا مكون من الملايين تريليونات ديال الخلايا اللي كيكونوني. قلنا كل خليه هزه كتالوج ولا حمض نووي ديالها اللي كيخليها تعرف شنو خاصها تكون وشنو هو الدور ديالها في هذه الحياه ولا في الجسم ديالك. اوكي، دابا الفيروس هذا منين كيدخل مثلا نقولوا هادو هما الخلايا ديال الجسم ديالك اللي ديجا فيهم الحمض النووي. فاش غيدخل الفيروس هذا لشي وحده في هذه الخلايا ديالك، عرفت شنو كيدير ليها؟ كيلغي ليها ولا كيعطل لها الحمض النووي اللي فيها هي، وكيقول لها لا شوف الحمض النووي غلط. كيقول لها الحمض النووي هذا هو اللي صحيح. شنو كيدير؟ كيسيطر على هذه الخليه هذه وكيولي كيامرها انها تنتجو هو. كيوليو الخلايا ديالك كينتجوا الفيروس لانهم الخلايا في الاخر كيطبقوا الحمض النووي.
فهما كيطبقوا هذا الحمض النووي الجديد اللي دخل، وكيبدا الفيروس المعلم كيبدا في عمليه الانتشار، وما حد الخلايا كينتجوا فيه، الخلايا كيكونوا بحال المصنع ديالو، ما حد هما كينتجوا فيه، ما حد الفيروس كينتشر عندك في الجسم، ما حد القضيه عندك كتحماض السخانه كتطلع وانت ما كتزيد كتمرض. وقبل ما نقول لكم كيفاش غندير نحمي راسي في الاساس باش ما يدخليش هذا الفيروس هذا للخلايا ديالي، غنصدمكم بعدا. الا قلت لكم باللي هاد الفيروسات كما قلنا صغارين بزاف، ومشكله انهم منتشرين لواحد الدرجه ما تقدرش تخيلها. تكون غادي مثلا في شي كولوار ديال شي سوبر مارشي فيه الناس بزاف، الناس كتنفس، الردد ديال الهواء ديالهم راه كينتقل تقريبا متر ونص، انت ما كتشوفوش بعينيك. كاين بنادم مريض غادي راه هو داير بحال شي مصنع الفيروس، جالس كينتج في الفيروسات، انت كدوز من حدا كتشم الفيروس كتستنشقو، جاب الله التيسير. راه دابا يمكن انايا حاليا هاد البلاصه اللي فيها يقدر فيها فيروسات ديال الزكام ولا ديال الرواح، ولكن شنو هو السبب اللي كيمنع ان هاد الفيروسات يدخلوا عندي؟ زعما شنو السبب وشنو كيخليهم يدوزوا، وكيفاش ندير انني نمنعهم من انهم يدخلوا لعندي ويبداو ينتشروا؟ خصوصا الاخوان كاين واحد القضيه باسله في هاد الفيروسات هادو بصفه عامه، وهو كنا في ايامات كورونا كنسمعوا متحور جديد. يعني الفيروس هذا داك الحمض النووي اللي كاين فيه فاش كيدخل عندي انا وكيبدا ينتج راسو، ديك النتيجه اللي كتخرج كيخرج واحد الحمض نووي، كيخرج ودي واحد الفيروس جديد اللي هو عنده حمض نووي مختلف، يعني كيتوقع فيه طفره. هاد الطفره هذه اللي كتوقع كل ساعه خلات باللي عندنا الالاف ديال الفيروسات منتشرين بالاشكال والانواع. المشكله هو انك انت عندك واحد سميتها الذاكره المناعيه، يعني دابا هذا الفيروس انا دخل عندي النهار الاول دقني سخني، ولكن المناعه كتعقل عليه، المره الجايه معاه يدخل غتقضي عليه قبل ما يظهر لك الحاله، ولكن هو كيتحور ولا كيوقع فيه طفره جينيه كل مره بحال كيجيك شي فيروس جديد، كل مره الرواح عاوتاني كيضربك، يعني كل مره كيخرج شي فيروس جديد. دابا السؤال هو في الاساس كيفاش هذا الفيروس كيدوز ليا؟ علاش بعض المرات كيدوز وبعض المرات لا؟ وشنو علاقه هادشي مثلا بالتدواش الى اخره؟ هنا غادي نوصلوا لاهم موضوع في هذا الفيديو هذا، واهم المعلومات اللي خاصك تركز معايا فيهم. دابا انت كانسان فيك واحد مجموعه البلايص في الجسم ديالك اللي فيهم الدم، يعني تقريبا بحال اللي عليه يحتك مع العالم الخارجي، كتلقى ما بينه وما بين العالم الخارجي غير واحد الغشاء اللي هو بسيط. امثله كثيره، مثلا ملي كنهضروا على المصارنه الاخوان، المصارن دابا هي الماكله كدوز هنايا، كاين هنا واحد الغشاء ولا واحد الجدار صغير، مورا كاين الدم، باش هذا الدم هو اللي غيسمح للماكله باش يهزها باش يمشي يساريها على الخلايا. هذا الغشاء مثلا في حاله المصارن كاين اللي كيوقع له فيه ضرر، سواء بالالتهابات ولا عنده ارتشاح الامعاء، كتولي المواد السامه كيدوزوا له ديريكت للدم. حنا الموضوع ديالنا دابا ماشي هو المصارن. كاين مثلا عاوتاني عندنا فين؟ عندنا في الريه الاخوان. دابا الريه هي هذه كاين عندنا مثلا القصبه الهوائيه، داكشي كيبقى يتفرع بحال شي شجره غادي كيصغر، وكاين في النهايات كاين الدم، باش ملي كيدخل الاكسجين كيحتك مع الدم مباشره باش كيهز جزيئات ديال الاكسجين كيديهم للخلايا. يعني هنايا عاوتاني قلنا الدم بينه وبين العالم الخارجي غير شي حاجه اللي هي بسيطه، وكاينه البلاصه الثالثه حتى هي اللي فيها بين الدم والعالم الخارجي غير شي حاجه اللي هي بسيطه، اللي هي الاغشيه الانفيه. عندنا هنايا في النيف، كتعرفوا بنادم راه دغيا كيرعف مثلا، هذا غير مثال. حنا عندنا في النيف عندنا واحد الغشاء اللي ما بين الهواء ديال برا والدم، هو كيكون الغشاء ما بين الهواء والدم. هذا الغشاء هذا ضعيف بزاف، وهو من اكثر الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي الفيروس يدوز لينا معلم. وشنو هما الاسباب اللي غيخليو هذا الغشاء هذا انه غيدوز ليا الفيروس؟ يعني دابا نعطيكم مثال. دابا نقدر انا نكون دابا في شي بلاصه عامره بالفيروسات مجهريه ما كنشوفهمش انايا بعيني، ونقدر انايا يضربني الرواح ونمرض ونتبهدل، وواحد الشخص اخر ما ضربوش الرواح واخا كنا بجوج بينا في نفس البلاصه. شنو اللي خلى انا الغشاء ديالي انا يدوز ليا الفيروس والغشاء ديالو هو ما يدوز ليش الفيروس؟ هذا السبب بسيط وممكن انك تجنبه، وعنده علاقه كذلك حتى بالتدواش. الاخوان انا غادي نرجعوا للتدواش. علاش ما كدوش؟ كتخرج من بلاصه سخونه بلاصه بارده، ماق كيصمك البرد، كيضربك الرواح او الزكام. انت حبيبي ملي كتكون جالس ليا في الدوش ومستمتع ليا بالماء السخون والبخار او الربو، يا سلام وكذا. حنا كنعرفوا يعني حمام سخون، السخونيه في الفيزياء كتسبب تمدد المجموعه ديال المواد، تمدد حاجه كتجبد. المشكله هو انك انت كدوش في ديك السخونيه، هذا الغشاء هذا كيوقع فيه تمدد بالضبط في الشعيرات الدمويه، حيت هو مكون من بزاف ديال الشعيرات الدمويه. الشعيرات الدمويه كيتجبدوا وكيترخاو بسبب انك في بلاصه سخونه. اون فوا كتحل الدوش كتم ليا خارج نعم سيدي، هذيك الصدمه ديال البرد اللي كتضربك كتخلي ان هذيك الشعيرات الدمويه اللي عندك في الغشاء كيوقع فيهم تقلص او انقباض مفاجئ. هذا الانقباض المفاجئ كيسبب لك تشققات مجهريه
في الغشاء ديال الانف، بحال ديك الارض اللي جفات وتشققات بحال هذيك، ولكن داكشي صغيور بزاف. هادشي كيخلي بان هاد الغشاء ولا هاد الدرع اللي كيحميك من هاد الفيروسات هذا بحال اللي كيولي ضعيف ولا كينهار، كيولي مشقق، كيولي كيسمح للفيروسات اللي ديجا اصلا كاينين مترشين، دوك الفيروسات كيتسناو غير امتى يدوزوا ليك. وبالخصوص دوك الناس اللي كيبالغوا في الغسل ديال الانف ديالهم، يعني كتلقى بنادم مدوش كيبقى فاش كيخوي في النيف ديالو. خصك تعرف باللي عزكم الله ديك الخنونه اللي عندك في النيف ديالك راه ماشي عاد درتيها هيداك وصافي، راه هي اللي كتحافظ لك على الترطيب ديال الغشاء ديال الانف ديالك، وكتعمل كحمايه ضد هاد الفيروسات. انت ملي كتبالغ في الغسيل ديال الانف ديالك فانت كتولي مهدد بانك يدخلوا لك الفيروسات من خلال الغشاء الانفي، اللي هو اغلبيه الحالات ديال الرواح كيدوزوا من هنايا. ومن هنا كذلك كنفهموا بان السبب الرئيسي ديال الروح ماشي دائما هو التدواش، وانما اللب ديال الاساس اي حاجه اللي ممكن انها تسبب لك تشققات في الغشاء ديال الانف، او لا تسبب لك مشاكل في هذه الشعيرات الدمويه الدقيقه اللي عندك في النيف. يعني ممكن مثلا انني سيقت بجافيل، شميت شي برودوي ماشي هو هذاك، غسلت بالماء القاطع، اي حاجه اللي ممكن تسبب لك تهيج في هذا الغشاء هذا كتضعفه، فبالتالي كيولي بحال الدم ديالك منه الهواء، والهواء الحياه عامره بالفيروسات. يعني دابا من بعد مازال غندوزو انا وياكم كيفاش انني غنحمي راسي من هاد المسائل هادو. وكنظن مع نتوما تبارك الله ذكيين ربما فهمتوا نوعا ما كيفاش ان الانسان يقدر يجنب هذا الرواح هذا مادام عنده علاقه بهذه الاغشيه ديال الانف. يعني مثلا عاكو كندوش ما نبالغش في الغسيل ديال النيف ديالي ونبقى غسل عم بين نخرج من الدوش، ماشي غادي نجيو غنحل الباب وغادي نخرج من واحد البلاصه سخونه لبلاصه بارده وكاين اختلاف كبير في الحراره، وانما نقدر في الاول انني نحل شويه الباب بالتدريج ونجلس شويه في الدوش ونبقى نتسنى بيد ما الشعيرات الدمويه ديالي كيبقى يوقع فيهم يعني تقلص بالتدريج ماشي تقلص مفاجئ. زائد انني نتجنب اي حاجه فيها ابخره سامه، عطور مجهده، بخور، شي حاجه كاع اللي كتدي للتهيج ديال هذه اللعيبه هذه. كذلك داك اللي كيخوروا في النيف ديالهم بزاف، انت ملي كتكون كتخور في النيف ديالك انت راه كتقدر انك تجرح هاد الاغشيه هادو كتضعفهم. كذلك مثلا انتم كتعرفوا بانه كيوصي دائما تخرج من الدوش تشرب الماء. علاش كتشرب الماء؟ لان الماء كيرطب هاد الاغشيه هادو وما كيعرضهمش للجفاف، بالتالي الجفاف هو اللي كيعطي التشققات. مادام هاد الاغشيه هادو عندك رطبين مزيان، يعني قبل ما نخرج من الدوش نحل الباب شويه ونصبر شويه عاد نخرج نشرب الماء. وكذلك الى لقيتي واحد القرعه ديال الماء فيها 1 لتر غدير فيها نص معلقه ديال الملحه حتى المعلقه وحده في لتر ديال الماء. هذه دائما قبل ما تخرج غادي دير بها واحد التشليله خفيفه للنيف ديالك. بطبيعه الحال ملي كانت الملحه بزاف عاوتاني كتولي القضيه الملحه براسها كتسبب جفاف، خاصك غير معلقه في لتر ديال الماء. هادشي علميا انا كنجيب لكم العلم شنو تيقول. وكذلك كما قلنا ماشي غير نخلط ونخرج. وكذلك الحاجه الاهم هي دائما دبر على شي فونه ولا منديل اللي يكون معقم ونقيقي. دائما قبل ما نخرج من الدوش غنغطي هاد المسالك التنفسيه ديالي وغنخرج ونحاول انني نبقى مغطي نيفي وعلى الاقل واحد 10 ديال الدقائق بيد ما هاد الاغشيه ولا الشعيرات الدمويه اللي عندي هنايا يرجعوا للحجم الطبيعي ديالهم وما يوقع لياش ضرر. وشوف حاولوا تبقاو معايا حتى الاخر حيت هذا الموضوع ديال الرواح ماشي سهل، باقي فيه ما يتقال وباقي فيه بزاف ديال المعلومات اللي هي سهله وبسيطه وغتفهمها، ولكن خاصك ضروري تسمعها باش يعني تحاصر الرواح من جميع الاتجاهات ودير دائما كما كنقولوا الوقايه خير من العلاج. مثلا انا نقدر نقول هذه الاحتياطات ديالي، الغشاء الانفي عندي مزيون هو هذاك ما فيه لا تهيج لا حتى شي حاجه. مع ذلك نقدر مثلا نجلس مع واحد الشخص اللي ضاربو الرواح ومأثر فيه، ولا مثلا شركه الزوجه ديالك ولا شي شخص اللي الهواء ديالك كيقرب من الهواء ديالو، هذاك الشخص اللي كيكون ضاربو الرواح وفات فيه الفوت كيكون الخلايا ديالو فعلا ديجا تحولوا لمصنع ديال الفيروسات. يعني دابا هو ملي كيكون كيتنفس راه كاز كيخرج تما العرارم ديال الفيروسات. انت كانسان عادي عندك مناعه انك تستحمل الفيروسات بشكل عام، ولكن ملي كيكون واحد الجرعه كبيره قريبه لك فيقدر يدوز لك الفيروس. فهمتي هادشي علاش دائما كنعرفوا بلي الرواح كيتعادى. بنادم اللي فيه الرواح حاول انك ما تقربش عنده، فهمتوا؟ وقبل ما غندوزو لاسباب اخرين بغيت ننبهكم واحد المعلومه مهمه جدا. شتي راه ولو انك تحمي المسالك التنفسيه ديالك ودير بزاف ديال الاحتياطات فراه مجرد انك تنتقل من واحد البلاصه سخونه بزاف لبلاصه بارده بزاف وانت ما مولفش هذا الانتقال ديال الحراره، فهاد الشيء بوحديته حتى في الغياب ديال الفيروس كيعطي واحد الصفعه هي تمرميقه، صفعه للجهاز العصبي المركزي ديالك. الجهاز العصبي المركزي ديالك شوف حنا كنعرفوا باللي حنايا مصنوعين من مواد بحال اللي كاينين في الطبيعه، فينا مغنيسيوم، نحاس، فوسفور، الماء كذا. وحنا كنشوفوا باللي اغلبيه ديال المواد ملي كتنقلهم من السخونيه للبروديه، مثلا كاس سخون بارد طاق كيطرطق،
الحديد كيدير واحد الرياكسيون اي حاجه. حتى انت اخويا انت ملي كتنتقل من واحد البلاصه سخونه لبلاصه بارده كتعطي واحد الصفعه للجهاز العصبي المركزي ديالك. هذا الجهاز العصبي المركزي ديالك ملي كتجي هذه الصفعه هذه كيوقعوا فيه واحد المجموعه ديال المشاكل اللي في الاخر كيسخسخك وكيدير لك العيا والسخانه والعالم وكيبانوا فيك بحال اعراض ديال الرواح، ولكن انت ماشي فيك فيروس ديال الرواح. يعني غالبا ما غاديش تعادي الناس، ولكن هي شنو كيوقع؟ هاد الصفعه هذه كتضعف لك المناعه وكما قلنا كضرب لك الجهاز العصبي المركزي، فبالتالي انت مباشره من موراها كيهجموا عليك الفيروسات كيلقاوك باللي بليتي حيط قصير وكيدوزوا لك وكيصدق دايز لك انت التسخسيخه ديال البروده وكيدوز لك معاها الفيروس ديال الزكام. يعني حتى البروده الاخوان، حتى البروده كتلعب واحد الدور كبير. وهاد الاعراض هادو ديال الرواح واخا المسبب الرئيسي ديالهم هما هاد الفيروسات اللي هضرنا عليهم، ولكن كاينين بعض الاعراض اللي تيبانوا في الانسان اللي تيشبهوا نيت الرواح، ولكن ماشي السبب ديالهم 100% هو الفيروس. كاينين اسباب اخرين كما قلنا دابا البروده، باقي واحد السبب اخر هو اللي كان فيا انا هاد الرواح اللي كنضربني ولا هادشي كنضربني الحل اللي وصلت لها. السبب ديالها الرئيسي واخا كانوا فيا نفس الاعراض ديال الرواح، ولكن راه ماشي الفيروس اللي داز ليا، ماشي فيروس ديال الرواح، وانما سبب اخر مختلف واللي تا هو كيسخسخ بزاف ديال الناس واللي تا هو خصني ننبهكم منه باش تردوا بالكم الله يرضي عليكم. حيت دابا الاخوان هاد الاسباب اللي ذكرت لكم دابا من بدايه الفيديو حتى دابا انا كنت عارفهم من قبل وديجا دارسهم وديجا كندير احتياطات، واللي قلت لكم واحد المده طويله الحمد لله باذن الله ما بقاش كيضربني الرواح من بعد ما كان كل مره كيسخسخ فيا. مي دابا القلب يوقع لي هاد المره شنو هو؟ دخلت سيدي ضربت لك بواحد التحميمه، خصوصا دابا راه البرد يعني المكان سخون مزيان، ملي بغيت نخرج شربت الماء، جلست واحد 10 ديال الدقائق، غطيت المسالك التنفسيه ديالي، خرجت الامور تمام وعلى خير. موراها سيدي دخلت البيت النعاس ديالي، عندي واحد الخزانه ولا واحد الماريو اللي مع دابا الرطوبه طلعات وهذا فيه شي حوايج منزلين تما واحد المده بدات كتكون فيهم الغمله، وكل نهار كنقول غادي نمشي ندير له شي حل، ندير له شي حل. هذاك النهار هذاك بانت لي غندير له شي حل، دخلت وسط ديك الماريو هذاك وبقيت كنحيد من هنا وبديت كنلهث كنضرب تماره وانا ديجا باقي عندي شويه الجفاف هنايا. وشنو كاين تما؟ كاينه الغمله سيدي درت لي هذا الشيء هذا حتى هي بحال الفيروس. كيفاش كدير لينا الغمله هذا الشيء هذا؟ وماشي غير الغمله، كاين حوايج اخرين عاوتاني. الغمله سيدي، الغمله هي واحد الكائن كما قلنا، كائن بحال اللي عايش كيتغذى على الرطوبه. دابا هذا الكائن هذا كيطلق واحد الحاجات مجهريين حتى هما بالحجم ديال الفيروس اللي كيتسموا الابواغ، سميتهم الابواغ. هاد الابواغ هما باش كيتكاثر بحال البويضات ديالو، كما كاينين الابواغ ديال الورود، اللقاحات ديك الورده مثلا النحله كتمشي كتقيس الورده كتهز ديك الابواغ في رجليها كتحطهم فوق باش كيوقع التخصيب ديال النباتات. حتى العفن عنده الابواغ ديالو، والمشكله ان هاد الابواغ ديال العفن حتى هما محميين بواحد الطبقه اللي كتحميهم من العالم الخارجي باش كيبقاو محافظين على راسهم. هذيك الطبقه الخارجيه اللي كتحمي هاد الابواغ هادو مصيبه ببعض المواد اللي هي غريبه على جسم الانسان. انا كشخص يلاه كنت مدوش هذه شي نص ساعه داخل في بلاصه فيها الغموليه وكنبذل المجهود والتنفس عندي طالع، استنشقت هذوك الابواغ ان فوا دازوا ليا من الغشاء التنفسي ديالي، داروا ليا نفس الاعراض ديال الرواح والتكييفاش الابواغ. والابواغ ماشي بحال الفيروس غيدخلوا للخلايا ديالك ويبداو يتكاثروا، لا الابواغ ما كاين ما مصممينش باش انه ينتشروا فيك انت، يعني غير واحد من الحبه ولا واحد عدد الحبات اللي دخلوا هما يديروا لي هذا المشكل. وشنو هو السبب؟ كما قلنا السبب الاول هو انهم مصيبين بواحد المواد اللي هي غريبه على الجسم، ان فوا كتدخل الجسم كيعتبر بانه شي دخيل ولا شي حاجه غريبه، الهجمي متشرع، الجسم كيصيفط المناعه ديالو. دابا المشكله اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس هو ان داك التسخسيخ كامل اللي كيدير لك الرواح، ديك السخانه، داك التعب، داك الشيء كامل سواء كان من الفيروس ولا من هاد الابواغ هادو ولا حتى من حبوب اللقاح اللي كتشم الورد ولا هذا، فراه ماشي هما بالضبط اللي داروا لك هاد الحاله، هما داروا لك 20%. النسبه المتبقيه شي 80% شكون كيديرها لك؟ المناعه ديالك حبيبي. المناعه ديالك كدير حرب طاحنه، كتحاول تقضي على جميع الخلايا اللي تاداو بالعدوى، وباش تقضي عليهم كتطلع لك السخانه، كتجمعوا الكريات البيضاء اللي كيوليو من بعد تخنونه حشاكم ولا تناخم ولا هذا، كتكونوا تما كتسخسك. يعني راه المناعه ديالك حبيبي، المناعه ديالك هي اللي درت فيك الحاله كامله، حيت تدخل ليها واحد الجسم داخل هي خايفه على راسها، ما كتعرفش مدى الضرر ديال ديك الماده، مادام هي ماده غريبه فهي كدير حرب طاحنه مع الديبار. وانت في الحرب الطاحنه هذه كيوقع لك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حنا نقول مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم، ركزوا على هذه المساله ديال مثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا الشيء اللي كيوقع لك حبيبي.
يعني دابا كنفهموا باللي دابا نتايا عندك هاد البلايص هادو حساسين، راه سوا داز لك الفيروس، سوا شميتي شي حاجه اللي هي غريبه على الجسم ديالك مثل الابواغ ديال العفن او لا حبوب اللقاحات، داكشي الورود والعالم الرياضي، فهادشي اللي كيوقع لك. واي واحد تيبان لك مسكين دائما كيبقى يعاني وهذا، فراه خصو يركز على هاد البلاصه هادي، دائما يكون الترطيب، ما يبقاش يخور في النيف ديالو، ما تسببش الجفاف لهاد الاغشيه هادو الى اخره. المشكل عندك هنايا هاد الحاجز هذا، خاصك تعلم كيفاش انك دير له الوقايه، كيفاش انك تخلي دائما في حاله صحيه جيده اللي كيبقى حيط طويل وما كيسمحش لاي حاجه خارجيه تدوز لك معلم الجسم ديالك. يعني انا بصراحه يعني هاد الحوايج اللي ذكرت في الاول كنت عارفهم وكندير منهم احتياطات. الدرس الاخير اللي خديت دابا هو انه راه ماشي غير داك الفيروسات سواء ديال الرينو فيروس ولا كورونا فيروس الا دازوا لك هما اللي تيديروا لك اعراض ديال الرواح، وانما كاين حوايج اخرين، الصفعه ديال البرد، كذلك غتدخل شي بلاصه فيها الغمله، شي ريحه مجهده، شي مواد متطيره، شي بخور، شي عجب، اي حاجه تقدر تسبب لي تهيج في الانف خاصني نجنبها. انا ندخل بلاصه فيها الغمله المره الجايه غادي ندير معلم، غادي ندير الكمامه، غندير الماسك، نحاول ما نستنشقش هذوك الابواغ ديال العفن. ومره اخرى نكون كنسودي شي حاجه ولا انا معروف عليه كنسودي شي الكترونيك يبدا يطلع معايا ديك الدخان، هذيك الدخان كيسبب لي تهيج في الاغشيه ديال الانف، فبالتالي كيردني حيت قصير دغيا كيدوز لي الفيروسات. وحنا نهضروا على واحد المساله اخرى مهمه هي المناعه. الانسان اكيد عنده واحد المناعه، دابا المناعه عندها جوج ادوار، كاين الدور ديالها هو تا كيفوت فيك الفوت كتجي كدير الحرب، ملي كدير الحرب كتدكدك معاها، وكاينه في الاول هي كدير حتى هي الوقايه كتحميك من الاول، ولكن المناعه عندنا كتطلع وكتهبط. كاين بزاف د العوامل اللي كيخليو المناعه تطلع او لا تهبط، منهم اول عامل هو النعاس. شي منين كتكون ما كتنعشي بزاف، خصوصا ما كتنعشي في الليل وكتسهر بزاف حبيبي، شنو يوقع لك؟ كيطيح لك المناعه، الانخفاض ديال المناعه، كتولي حيت قصير، الحاجه اللي جات غادا تسخسخك. كذلك الاكل الجيد، تاكل ماكله طبيعيه، ماكله صحيه الى اخره. وكاين واحد الخطا كيديروه بزاف ديال الناس صراحه، وهو بنادم اللي ملي كيمشي حتى كيضربوا البرد، دابا هي شوف ملي كيمشي حتى كيضربك الرواح وكيبداو فيك الاعراض وهذا صافي تكي على المنتف ديالك، ضروري خاصك دير شي علاج. ولكن اكبر خطا ديروه هو تشرب لي زونتيبيوتيك. لي زونتيبيوتيك في الاساس ديالهم داروا باش يحاربوا ويقتلوا الميكروبات بصفه عامه. الميكروبات ملي كنهضروا على الميكروبات راهم جنس، تنهضروا على الفيروسات حاجه مختلفه. يعني المضادات الحيويه ولا لي زونتيبيوتيك ما غيخرجوا عليك، عرفتي يخرجوا عليك؟ غادي يمشيو عوض ما يقتلوا لك الفيروس غيقتلوا لك البكتيريا النافعه اللي كاينين عندك في الكرش ديالك، واللي ديجا يمكن هضرت لكم عليهم اللي هما كتعتبروا مهمين بزاف، واللي بدا يموتوا لك الفيروسات البكتيريا النافعه اللي في كرشك. انت جاب لا تيسير يعني قتلهم لك هو المضادات الحيويه. انا صراحه ديال الله الحاجه اللي درت من بعد ما فات فيا الفوت وتسخسخت وتدكدكت، فهمت بانني خاصني نبطأ شويه من القوه ديال المناعه ولا من الهجوم الحاد ديال المناعه. بقيت كنبحث في المواد الكيميائيه والادويه والى اخره. بطبيعه الحال كاين اعشاب، ولكن الاعشاب ما نقدرش نعطيهم لكم كوصفه، لان الاعشاب هما علاج وسم. كيفاش علاج وسم؟ الاعشاب هما كيعالجوا، ولكن الا عطيتي الجرعه الذهبيه، الجرعه الصحيحه، شحال من عشبه الا فتي فيها الجرعه غير شويه كتولي ماده سامه ومضره للجسم. شي علاش الاعشاب ما نقدرش نوصفهم لكم، كذلك حتى الادويه ما عنديش الحق. ولكن كاين واحد الدواء عام اللي كيتوصف بدون طبيب اللي هو مشهور عندنا في الشمال، ما عرفتش عندكم نتوما في مناطق اخرى، اللي هو سميتو سبيديفين. سبيديفين فيه واحد المركب كيميائي نشط، نزيد على السميه ديالو ما كنقدرش نعقل على المصطلحات. شربتها الاخوان الحمد لله، ولكن هذا الشيء بطبيعه الحال من بعد ما فات فيه الفوس. والانسان من الاول من احسن انه يتجنب، الوقايه خير من العلاج. الشيء الرواح بامكانك انك تجنبه وما يعاودش يجيك، سواء غدير الاحتياطات اللي عطيتك، سواء تقوي المناعه ديالك بالغذاء الطبيعي والصحي والنوم الجيد. وكذلك ما ننساوش على حاجه اخرى اللي هي حتى التوتر والارهاق النفسي والعصاب، وهذا فهو كيرفع لك هرمونات كثيره، من اشهرها هرمون الكورتيزول. هرمون الكورتيزول بحال واحد مدمر للجسم ديالك، كيهبط لك المناعه، كيضعف لك الامتصاص ديال الغذاء، كيدير لك روينه ديال الحاجات، وكيخليك عاوتاني حيت قصير. يا دابا شوف التوتر حتى هو داخل في المعمعه. يعني دير هاد الحوايج هادو اللي قلت لك اخويا ولا اختي، وان شاء الله باذن الله ما غاديش تزيد تشري الدويان وغادي تكون انسان طبيعي. طبيعه الحال المعلومات رغم البساطه ديالهم وراه كنتحداك ما تلقاش دكتور جالس تيقولهم لك، لان كما قلنا في صالح ان الناس كامل بداو يمرضوا والدويان يتباعوا باش الاقتصاد يزدهر، وباش دوك الشركات العالميه اللي عندنا اللي طويله دير راس مال، لان ما يكونش راس مال ولا عقيله ما كنتيش انت هو الكليان ولا انت هو الزبون. ولكن الا المتابعين ديالي خط احمر
المتابعين ديالي بغيتهم انهم يكونوا ان شاء الله كيعيشوا واحد الحياه اللي هي متوازنه، حياه صحيه، حياه امنه. وباش تقدر دير هادشي هذا كامل خاص يكون المصباح اللي كيضوي حياتك هو العلم. دائما الاخوان والله الا العلم اللي كيسهل الحياه كيف ما كتشوفوا، سواء من الجوانب التكنولوجيه، الحيويه، العضويه، الصناعيه، اي حاجه. العلم انا هو سلاحي في هذه الحياه، وانا هنايا باش نبارطاجي معكم العلم وباش نبسط لكم العلم. راه والله كل معلومه كنحطها لكم بهذه البساطه هذه راه محتكره، راه ماشي انت تمشي تنقراها كيفاش نجي نحطها لك. راه كتمشي كتفهم، كتقرا على الفيروسات والغشاء الفيروسي وفي حمض نووي، شنو هو الحمض النووي، الخلايا كيفاش يخدموا، هذاك الشيء كاين في اوراق بحثيه، ولكن انت خصك تجيب شويه من هنا من هنا من هنا من هنا باش تخرج في الاخر بواحد الملخص نهائي. وهذاك الكتالوج ديال العلم اللي كنجيب منه انا هذه المعلومات هو نفس الكتالوج اللي كيستعملوه الشركات اللي كيصنعوا حوايج التكنولوجيا كذا. يعني العلم في الاساس، اللب العلم ماشي محتكر، ولكن العلم معمر ماشي تيقول لك ها كيفاش تصايب هذه ولا كيفاش تداوي هذه، لا، العلم كيشرح لك كل شيء بصفه عامه بحال شي مدونه، وانت ملي كتقرا كل شيء وكتفهمو كتخرج بواحد الاستنتاج. نتمنى انني ما طولتش عليكم الاخوان، ولكن ثقوا بيا هاد النصائح اللي عطيتكم والله حتى نصائح من ذهب وقليل اللي غادي يعطيهم لكم. تحياتي لكم الاخوان، ونلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله.